من كام يوم كده طلع الكونجرس المكسيكي وعمل اجتماع طارئ، والناس استغربت ايه، في حاجة مهمة حصلت ولا ايه؟ قالك الحكاية كلها انهم لقوا فضائيين على الارض، ومش حيين كمان، لا دول عاشوا وماتوا على الارض. يعني من الاخر لقوا جثتين بيقولوا انهم من نوع غريب غير بشري، وتم انتشالهم وتحنيطهم من 2017 في مدينة كوسوكو في البيرو. طيب ليه قعدوا المدة دي كلها عشان يعلنوا عنهم؟ طلعوا ردوا وقالوا انهم كانوا بيعملوا عليهم ابحاثهم المدة دي كلها، وعشان كده طلعوا بحاجات غريبة، وهي ان تركيب الدي ان ايه للاجسام الغريبة ديت مختلف عن الدي ان ايه للبشر بنسبة 30%. يعني بكده فعلا الاجسام ديت غير بشريه. وكمان اتضح ان ليهم 3 صوابع في الايد، وليهم اقدام وبدون اسنان. مش ملاحظ حاجه غريبه؟ هقولك. كمان بيقولوا ان عمرهم اكتر من 1000 سنه. ياه، 1000 سنه من غير ما حد يلاحظهم او ياخد باله منهم؟ حاجه غريبه صح؟ كل الابحاث ديت طلع بيها شخص واحد اسمه موسى، طلع وقال ان احنا ما نعرفش هل الاجسام ديت فضائيه ولا لا، ولكن اللي نعرفه انهم اذكياء وعاشوا مع بعض حتى النهايه. طبعا هو كده بيبعد عنه اي شكوك او اي اتهام. وفي ناس كتير بتقول ان كلام الراجل ده كله في الفاضي، ومعروف بنظرياته المغلوطه وحبه لاثاره الجدل، وانه طلع قبل كده 2017 وعرض عليهم برضه جثه، وطلع كله كذب وكلام في الفاضي. عشان كده في ناس كتير خرجت وسخرت منهم، وفي منهم اللي قال ان ده يظهر قد ايه في جهل في المكسيك، وناس سخرت وطلبت بان موسان يكون رئيس العلاقات بين المجرات. وعشان كده المكسيك ذات نفسها مش راضيه تعترف بكلام الراجل ده وبالكائنات دي، لانها لو صدقت هتكون اول بلد تعترف بوجود الفضائيين. وده اللي خلى امريكا وناسا خرجت وقالت ابعتوا الكائنات ديت عشان نشوف هل هي فعلا كائنات غير بشريه ولا لا، وان مفيش حد يعترف بيهم الا لما يكون معاه دليل حقيقي ملموس. ومن اغرب ردود الافعال هي الشخص على منصه تويتر طلع بفيديو بيقول ان الاجسام ديت مجرد كيكه، ولا في اجسام غريبه ولا حاجه. وطبعا الفيديو ده انتشر بطريقه مخيفه وسط سخريه الناس من الاجتماع اللي حصل. والمشكله الاكبر ان الجثث ديت بتوضح قد ايه تصورنا عن الكائنات الفضائيه كان صح، وكمان زي ما الافلام صورتهم بالظبط وكانت متوقعاهم. ياه، دول كانوا عارفين شكلهم بقى. وده بيثبت ان ده كله كلام فاضي وكله كذب في كذب. وعشان اكد لك ان كله كذب، في يوتيوبر اجنبي طلع 2021 وعمل فيديو عن نفس الجثث اللي اتعرضت بالظبط، والفيديو بيوضح كده، وان الجسم ده عبارة عن عظم انسان مرصوص بطريقة غريبة مختلفة عن تكوين الانسان، عشان يبينوا ليك انه فعلا كائن غريب. وحتى الراس طلع راس حيوان اللاما، ومحطوطة بطريقة معينة عشان يوصل للشكل اللي انت شايفه ده. وبكده اتأكدنا انهم مش جثث فضائيين ولا حاجة. انا عاوز افهم بس ليه في ناس مصممة على وجود الفضائيين؟ طيب لو هما موجودين فعلا ليه ما ظهروش لحد دلوقتي؟ وليه في ناس واخدة الموضوع بجد كده لدرجة انهم صرفوا مليارات الدولارات وراء ما يسمى اكتشاف الفضائيين والفضاء؟ اي نعم، في ناس عندها حب استطلاع وحماس باحتمالية وجود الفضائيين وعوالم أخرى، والأبحاث اللي بدأت من قبل أن يمتلك الإنسان أساسا القدرة على الخروج من كوكبنا. ومعهد البحث خارج الأرض قال إن بداية اختراع الراديو كان في الأساس للتواصل والإرسال من عوالم تانية حسب اعتقادهم وقتها. وفعلا تسلا وقتها اعتقد انه التقط اشارات من كوكب المريخ، والكلام ده كله في اوائل القرن العشرين. وغيرها من المشاريع الكتير اللي فشلت، ومع ذلك لسه مستمرين في البحث عن الفضائيين واكتشاف الاماكن الغريبة اللي موجودة على الارض، زي المنطقة 51 اريا 51 اللي ناس كتير عاوزة تعرف ايه اللي بيحصل في الداخل فيها، وليه الحكومة الامريكية حظرت المنطقة دي. ناس كتير بتقول ان فيها فضائيين والحكومة بتبعد الناس عنهم، وطبعا كلام كتير من الناس بيقولوا انهم شافوا صحن او مركبة فضائية نازلة المنطقة دي. والكلام الكتير ده كله بسبب ان الحكومة الامريكية ما طلعتش وردت على كل الاتهامات دي وفهمتهم ايه موضوع المنطقة دي. فكتر طبعا الشائعات على المنطقة، وناس بتقول انها منطقة عسكرية وفيها طائرات عسكرية، وامريكا مش عاوزة حد يقرب منها او يوصل ليها. وده في اعتقادي الرأي الاصح. طبعا نظرية وجود فضائيين واجسام غريبة حصلت كتير قبل كده، واللي انا متأكد منه ان لسه في حاجات تانية كتير غريبة لسه هنوصل ليها. حتى الدين الاسلامي لا يوجد به شيء يثبت او ينفي وجود اجسام غريبة في الفضاء. وده اللي يخليك عارف ان زي ما بنكتشف كل يوم كائنات غريبة في البحر،
ممكن يجي يوم ونكتشف فعلا كائنات غريبة في الفضاء. وطول ما الانسان بيدور وعنده تطلع ان يكتشف الكون دوت، اكيد هيجي يوم ويوصل لحاجة جديدة. بس صدقني يا غالي، مهما ان وصلوا لاجسام غريبة او حتى كائنات فضائية، عمرها ما هتكون زي الانسان اللي ربنا فضله على جميع المخلوقات، وده شيء مؤكد لا جدال فيه. واخيرا، انا عارف ان الغرب متفرغ لحاجات غريبة، ممكن بسبب الرفاهية او بسبب الفراغ او ممكن بسبب حاجة داخل عقولهم، ولكن خليك انت متابع كده من بعيد هنوصل لفين. وسلام.